السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بكم من فيديو جديد من سلسلة حل الأسئلة على أهم أجزاء المنهج جزء جزء بالترتيب وبالتدريج، وبنحاول نجمع لكم أهم أفكار المنهج وأهم أفكار السنين اللي فاتت. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنحل على أسئلة الجرامر بتاعة يونت 1 بارت 1، يعني هنحل على الباست سيمبل وهنحل على الباست كونتينيوس، الماضي البسيط والماضي المستمر. بدون اي مقدمات عشان اوفر وقتك يلا بينا نبدا بسم الله، وكالعاده صلي على النبي. صديقي الصدوق، يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا فاكرين ان الباست سيمبل هو زمن بيعبر عن حاجه حصلت في الماضي وشويه التحابيش بتاعته، واحنا شغالين واحده واحده. هبتدي افكرك بيه مع الاسئله. السؤال الاول بيقول she not upset with her job but now she's happy with her new career. لو جيت بصيت على الجمله كده بقول لك هي نقط upset يعني ايه؟ قال لك upset يعني متضايقه، منزعج. upset يعني ايه؟ منزعج. ماشي، خد بالك ان كلمه upset ديت adjective، صفه، خد بالك. طيب هي نقط منزعجه من وظيفتها، لكن دلوقتي هي سعيده بالكارير الجديد بتاعها او بالحياه المهنيه الجديده بتاعتها، فهي ما كانتش مبسوطه لكن دلوقتي بقت مبسوطه. حلو جدا. did، والله لو نفتكر كده ان did ما ينفعش استخدمها في الماضي البسيط الا لو في سؤال او فيه فعل في المصدر. جميل جدا. طيب was يا مستر، هي was كان بيجي بعد منها فعلا adjective في الماضي البسيط. حلو جدا، يبقى was شغاله. طب يا مستر didn't، ما احنا قلنا didn't ما بيجيش غير فعل في المصدر معاها. upset adjective. طب wasn't برضه يا مستر يجي بعد منها adjective، مفيش مشكله، ما هي was، بس واحده اثبات واحده نفي. معنى الجمله بقى يا برنس، قال لك معنى الجمله بيقول ان هي نقط منزعجه من وظيفتها لكن دلوقتي هي مبسوطه. ده معناه ان هي كانت منزعجه زمان، فبالتالي هقول هنا ايه؟ she was upset، هي كانت منزعجه من وظيفتها. السؤال الثاني، حنين نقط any free time last night سوري يا ولد، حنين نقط اي وقت فراغ ليله امس. ماشي، هتيجي تقول لي يا مستر انا عندي لاست نايت، ودي احد الكلمات الداله على الماضي البسيط. اقول لك الله ينور عليك. بعد كده فتقول لي والله انا بصيت لقيت wasn't have ولقيت didn't have ولقيت doesn't have. مبدئيا doesn't have مضارع، ارمي، مش نافعه. ولا hadn't. ماشي. طب يا مستر ايه wasn't have دي؟ هي wasn't و weren't في الماضي البسيط كان بيجي بعد منهم فعل في التصريف الثالث في صيغه المبني للمجهول، او يجي بعد منهم صفه او اسم في صيغه المبني للمعلوم. ايه have دي؟ هي دي تنفع؟ قال لك لا يا عم ما تنفعش، يبقى يا اما didn't have يا اما hadn't. واحد متسرع يقول لي hadn't يا مستر عشان hadn't ده فعل ماضي، فقال لك لا مش نافعه. ليه؟ لان hadn't ما ينفعش تتنفي بالمنظر ده الا لما بتيجي فعل مساعد في زمن الماضي التام، وده اللي هتاخده ان شاء الله في يونت 2. فالحل عندي يا رجاله يبقى didn't ايه؟ have هي لم تمتلك وقت كافي او اي وقت فراغ اسف ليله امس. 3 I not headache، انا نقط صداع. I took an aspirin، انا خدت في الماضي اسبرينا. and went وذهبت الى السرير او رحت نمت. فالكلام كده كده فين يا مستر؟ في الماضي. طيب don't have تنفع؟ لا. طب was تنفع، بس ما ينفعش اقول I was a headache انا كنت صداع، لا مش نافعه يا مستر. فالحل عندي يا اما had يا اما didn't have. didn't have يعني ما كانش عندي صداع، بس هل تنفع؟ لا. يقول لك انا خدت اسبرينا ونمت، يعني خدت علاج ونمت، فبالتالي لا يا مستر انا كان عندي بالفعل صداع، فهتبقى had، وهاد التصريف الثاني من كلمه have. how not the baby taken hospital او to hospital، عندنا الغلطه دي المفروض هنا تبقى فيه to hospital last night. كيف نقط الطفل اخذ ولا اخذ ليله امس. ماشي، ليله امس يعني ايه؟ يعني الكلام في الماضي، يعني has دي ارميها في الزباله. يا اما was يا اما did يا اما were. لسه قايل لك ان انا ما بقولش did غير لما بيجي معاها في نفس الجمله فعل فين؟ في المصدر بدون اي اضافات. بس انا بصيت هنا لقيت كلمه taken، وtaken ده فعل في التصريف الثالث. غير كده المنطق بيقول هل في طفل صغير بيبي هياخد حد المستشفى ولا هو اخذ الى المستشفى؟ اخذ، وطالما اخذ يبقى الجمله هنا يا مستر اكيد في المبني للمجهول، فاقول يا اما was
يا اما وير ديد مش نافعه، بما ان البيبي مفرد فهقول هنا ايه was. 5 ريتال نوت هاو تو كوك at the age of 6. ريتال نقط كيف تطبخ في سن السادسه. ماشي، في سن السادسه ديت معناه ان هي لسه حموكشه صغيره. نعملها شويه شعر معفنين كده. الله فنان، ما تتنمرش على فني لو سمحت. المهم جيت قلت لك ريتال نوت ازاي تطبخ في سن السادسه، يبقى ماضي، يعني تيتش اللي هو في المصدر ده مش نافعه، ونيفر تيتش ما هي نيفر جايه وراها مصدر برضو مش نافعه، يا اما تات يا اما واز تات. طب بالنسبه للريتال اللي عندها 6 سنين، الطفله الصغيره دي علمت او درست ازاي تطبخ ولا علمت؟ علمت. طب هي هنا الفعل ولا المفعول؟ المفعول، يعني الجمله مبني للايه؟ للمجهول، فالحل عندي هيكون was taught. ما ينفعش اقول taught. طب يا مستر ايه was taught دي؟ يا ابني ما هو المبني للمجهول في الماضي البسيط كان was او were، والفعل في التصريف التالت. 6 بيقول لك they not worried about the weather but now it's looking much better. هم نقط قلقين، ودي صفة، خلي بالك دي صفة بمعنى قلق. worried about قلق بشأن، كان عندك في الدرس. هم نقط قلقين بشأن الطقس لكن دلوقتي يبدو أفضل بكثير. ده معناها إن الطقس في الماضي كان كويس، آسف كان وحش، ودلوقتي بقى كويس، يعني الكلام في الماضي. فار مش نافعة. ماشي، هتبقى سيمد او وير. يا مستر وورد صفه، هقول وير. انت صح بس نص صح. ليه؟ لان سيم فعل بمعنى يبدو، واي فعل بمعنى يبدو ينفع يجي وراه يا حبيب قلبي adjective صفه، فسيمد برضه هتبقى تنفع. فالحل عندي هيبقى A and B اللي هي اختيار الاول واختيار الثاني. السؤال رقم 7. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. The story not into a film 2 years ago. مستر انا عندي اجو. جميل، ماضي بسيط. ماضي بسيط. طب ينفع اقول has made؟ لا ده مضارع تام. طب ينفع اقول was making؟ لا يا مستر ده ماضي مستمر. فتبقى made ولا was made؟ لما اجي ابص كده هل القصه عملت الى فيلم ولا حولت الى فيلم؟ اتعملت فيلم. اتعملت صيغه مبني للمجهول يا مستر، يعني was او were والتصريف الثالث، فتبقى was made. اللي بعده the tourists السياح not to stay away from the restricted area. بالمناسبة كلمة the restricted area دي على بعضها معناها المنطقة المحظورة. المنطقة المحظورة. restricted يعني محظور يا جدعان، واريا طبعا يعني منطقة. ماشي، يقول لك السياح نقط أن يبقوا بعيدا عن المنطقة المحظورة. قالوا، هم اللي قالوا سياح. أنا جاي غريب هنا معايا، فواحد قال لي بقول لك ايه، فانا اقول له اوعى تبقى قريب من المنطقه المحظوره. اكيد لا يا مستر، ده هم مش قالوا، ده هم اتقال لهم، قيل لهم. وطالما قيل لهم فالسياح هنا مفعول، وطالما مفعول يعني الصيغه لازم تكون مبني للمجهول. حلو. told معلوم، have told مضارع تام معلوم برضو. طب was telling معلوم في الماضي المستمر، فالحل عندي هيبقى were told. جميل. اللي بعديه رقم 9 yesterday امبارح ماضي بسيط. she not very tired هي نقط متعبة للغاية. ماشي، لو انت تفتكر يونت 5 في تانية ثانوي كان في جرامر كده لذيذ كده بتاع سيم ومين وسبوز. ماشي، كان قال لي ان كلمة سيم دي من الافعال اللي في الغالب ياتي بعدها adjective، ولسه قايل لك فوق الكلام ده بيجي بعد منها صفة. ايوه، لان هي بتيجي بمعنى يبدو، واي فعل بمعنى يبدو بيجي بعد منه adjective يا مستر. صح، حلوه قوي. فانا المفروض ان كلهم هنا شغالين، بس قال لك ان سيم لا تاتي في الباسيف، ما بتجيش في المبني للمجهول ابدا ابدا ابدا. فوز سيمد غلط. طب سيمينج، انت في اي حاجه تخليك اصلا تختار فعل مضاف له اي ان جي؟ لا يا مستر، فسيمينج برضه غلط. غير كده الجمله يسترداي في الماضي، فما ينفعش اقول سيمي الفعل في المصدر. الحل عندي ان انا اقول كلمه سيمد اللي هو فعل في التصريف الثاني. اللي بعده ذا فيروز الفراعنه. كلمه الفراعنه دي تخليك تقول ان الجمله ماضي على طول. ما الفراعنه يا مستر 7000 سنه فاتوا، فكده كده لازم تبقى في الماضي. الفراعنه نقط الاهرامات in the past في الماضي، عشان هو طيب جاب لك كمان كلمه داله على الماضي اللي هي in the past. الفراعنه مالهم؟ بنوا الاهرامات، هم الفاعل
هم الفاعل، فينفع اقول بيلد؟ لا يا مستر ده فعل في المصدر. طب وير بيلد؟ الفراعنه اتبنوا؟ لا انا قلت معلوم مش هينفع وير بيلد. وهاف بيلت مضارع تام، الحل عندي هيكون كلمه بيلت. اللي بعديه The Egyptian Army الجيش المصري نقط the Suez Canal in 1973. الجيش المصري نقط قناة السويس سنة 1973. ماضي رسمي. حلو. cross ده فعل مضارع في المصدر مش نافعة. ماشي. have crossed يا مستر ده مضارع تام وانا عندي ان وسنة فائتة مش نافعة. طب crosses ده فعل مضاف له اي اس. انت بتهزر يا مستر جايب لي مضارع بسيط. لا الحل عندي هيبقى يا صديقي هيبقى crossed فعل في التصريف الثاني مضاف له اي دي. السؤال رقم 12 how long ago اداة استفهام ما بتجيش غير في الباست سيمبل او في زمن الماضي البسيط. فلما اقول لك how long ago تيقن من الجمله ماضي. طب have ملهاش علاقه بالماضي، does ملهاش علاقه بالماضي، يا اما did يا اما was. did اتفقت معاك طول ما هي في الجمله هيجي بعديها فعل فين؟ في المصدر. was والله يا مستر لو الجمله في المبني للمعلوم يجي بعديها صفه او adjective. لو الجمله مبني للمجهول يجي بعد منها past participle او الفعل في التصريف الثالث. طب انا جيت بصيت لقيت the plane take ده فعل في المصدر. اوتوماتيك هقول ايه؟ هقول did. السؤال اللي بعديه بيقول لي when I was young عندما كنت صغيرا، وش الجملة في الماضي. طب كمل I didn't used to أنا لم أعتاد أن ما تعودتش آكل فول. ماشي. but now لكن الآن لكن الآن افتكر معايا بقى قاعدة used to و but now يا حبيب قلبي. used to لو جت مثبتة لو قلت used to فاللي بعد but now لازم يكون منفي. طب يا مستر لو قلت didn't used to منفي فاللي بعد but now لازم يكون مثبت لأن الاتنين عكس بعض. بس أنا هنا جبت لك used to منفي. ماشي يبقى but now المفروض الجملة هنا تكون إثبات جملة مثبتة. جميل. طب يا مستر انا عندي ام مثبت ودو مثبت وديد مثبت ووز مثبت. يا حبيب قلبي ما خدتش بالك اللي انا قلت لك بات ناو دي معناها ان الكلام فين؟ الكلام دلوقتي لكن الان، فالحل لازم يبقى في زمن المضارع. فبالتالي انا هستبعد ديد وهستبعد واز. هستبعد ديد وهستبعد ايه؟ هستبعد واز. طب يا ام يا دو والاثنين بيجوا مع اي، يا ترى اختار ايه؟ لو انت طالب معايا في السنتر هتفتكر ان انا قلت لك ان used to اللي بيجي مع but now مرتبط باللي بيجي بعد used to. يعني ايه؟ يعني انا لو لقيت بعد used to فعل في المصدر فاللي هيجي بعد but now verb to do يا اما do يا اما does. لو جبت بعد used to كلمة be فاللي هيجي بعد but now verb to be اللي هو am او is او are. بصيت هنا لقيت ده فعل فين يا مستر؟ ده فعل في المصدر بدون اي اضافات. فبالتالي انا ما ينفعش اختار am، ده انا هختار ايه؟ هختار do. وصلت؟ اللي بعدها ريتال نو لونجر. افتكر معايا نو لونجر احد التعبيرات الدالة على العادات الماضية وبتيجي بمعنى لم يعد. لم ايه يا صديقي؟ يعد. كان ليها قاعدة مميزة كده ان هي بتيجي بعد الفاعل وبيجي بعديها يا اما فعل في المصدر يا اما فعل مضاف له اس او اي اس او اي اس. يا مستر دي مضارع بسيط. ايوه ما انا عارف، ما هي نو لونجر بيجي معاها مضارع بسيط. طب امتى اختار مصدر وامتى اختار فعل بلس اس؟ قال لك حسب الفاعل. حسب مين؟ الفاعل. الفاعل هنا الانسه ريتال. الانسه ريتال مفرد ولا جمع؟ مفرد يا مستر، وطالما مفرد اختار الفعل بلس اس اللي هي كلمه واتشز. ركز معايا قوي في السؤالين اللي جايين دول، حتى مكتوب جنب منهم ادفانسد، مستواهم حلو قوي. ركز معايا. قلت لك هي نقط هارد ورك اون ذا فارم. هو نقط هارد ورك يعني ايه؟ جدع. العمل الايه؟ العمل الجاد. ماشي. هو نقط العمل الجاد في المزرعه. ماشي. العمل الجاد ديت هل هي فعل في المصدر ولا هل هي نون؟ قال لي يا مستر المفروض ان ده اسمه العمل الجاد فدي نون. ماشي. طب هو ده ايه لازمته؟ هقول لك دلوقتي. احنا متفقين يا اولاد ان used to لما بتيجي لوحدها كده used to بيجي بعد منها infinitive على طول. ماشي. طب في حاجه تانية فاكر لما كنت بقول لك be او get او become او grow؟ الاربعه دول لما يجي بعد منهم used
تو كان يجي بعد منها يا اما جيراند فعل مضاف لاي ان جي، يا اما ناون، يا ده يا ده. طب يا ترى ايه الدنيا؟ تعالى كده اما اقول لك. انا عندي هنا يوزد مع تو اللي في السؤال المفروض يجي بعد منها انفينيتيف. هل اللي بعديها انفينيتيف؟ لا يا مستر ده ناون، غلط. طب يا مستر تعالى didn't use ما هي دي نفي used to، هيجي بعد منها برضو انفينيتيف، اللي بعديها مش انفينيتيف، غلط يا مستر. يا اما got used يا اما were used. تعالى نروح على were used يا مستر، ما ده فيرب تو بي ومعاه كلمة used، وهنا انا عندي to وبعديها ناون، صح. طب وده ايه ظروفه؟ بالنسبة لهي ما لمحتوش مثلا، ما لفتش انتباهك ان ده مفرد، والمفرد ما يجيش معاه اصلا وير، فالحل عندي يا شباب هيبقى كلمة got used. السؤال اللي وراه يلا بينا، بيقول لي ايه؟ نسمة نقط تو ورك هارد، يعني ايه؟ يعني يعمل بجد. الله. فبيقول لك البت نسمة ديت نقط تعمل بجد في الحديقة، وهي نو لونجر لم تعد تفعل ذلك الآن. حلو السؤال ده، حلو السؤال ده، بس تقريبا انا شرحت لك فكرته في السؤال اللي قبليه، صح؟ صح، الله ينور عليك. ركز معايا بقى كده. انا تو هنا جه بعديها انفينيتيف اللي هي كلمه ايه؟ اللي هي كلمه ورك، وطالما جه بعديها انفينيتيف يبقى يا مستر هقول يوزد تو من غير بي بقى ومن غير جيت والكلام ده. بس انا عندي هنا حاجتين ينفعوا، عندي يوزد وعندي didn't use. معنى الجمله يا برنس، انا بقول لك في اخر الجمله هي لم تعد تفعل ذلك، ده معناه ان هي كانت تفعل ذلك في الماضي، فبالتالي ينفع اقول ما كانتش متعوده تعمل كده didn't use. لا، هقول ايه؟ هقول used. الله يفتح عليك يا باشمهندسين. اللي بعده I not like him، انا not احبه، but now we are good friends، لكن الان احنا اصدقاء جيدين. ده معناها ان احنا ما كناش كويسين زمان، معناها ان انا ما كنتش بحبه زمان. حلو قوي، ما كنتش بحبه زمان وبقيت بحبه دلوقتي. ايوه يا مستر انا فاكرها دي didn't use to. طب يا مستر هو انا ليه ما قلتش نو لونجر؟ ما هي نو لونجر جاي بعديها هنا فعل في المصدر. يا ابني ما انا قلت لك هنا ان لكن الان انا احبه، يعني انا بحبه دلوقتي، ونو لونجر بيجي معاها مضارع بسيط، فما ينفعش، هتبقى didn't used to. اللي بعده I used to like fish، والله انا زمان كنت بحب السمك، but I not it now، لكن انا نقط الان انا ما باكلوش، خلاص ما بقتش اكله. ما هو انا used to معناها ايه؟ انا كنت افعل شيئا في الماضي ولم اعد افعله الان. ما انا قلت لك انا كنت بعمله في الماضي اهو، طب دلوقتي لم اقعد افعله، يعني دي منفيه. طيب يا مستر هتبقى didn't eat، يا ابني بقول لك ناو الان، didn't eat غلط دي ماضي. طب wouldn't eat، طب ما هي would الماضي بتاع will مش نافعه، يبقى no longer يا استاذ. جميل قوي، no longer كان بيجي بعديها فعل يا اما مصدر يا اما بلس اس. بص كده لقيت كلمه eat، eat ديت فعل ماضي فمش نافعه يا مستر، الحل هيبقى don't eat. don't eat. اللي بعده when he is on holiday، وهو في الاجازه. when he is وهو في الاجازه في المضارع دلوقتي. he usually عاده. يا مستر ما انا قلت is، يعني الكلام في المضارع، خلاص بقى مضارع بسيط. الفعل عندي يا مستر هنا هي، حلو، وطالما هي الفعل بلس اس جدع فهتبقى stays up. طب بص بقى اللي تحتيه بيقول لك ايه؟ when he was on holiday، لما كان في الأجازة. هتقول لي أنا عندي هنا usually يا مستر دي أحد الكلمات الدالة على زمن المضارع البسيط. أقول لك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تاني. يا حبيب قلبي احنا قلنا قبل كده إن ظروف التكرار ممكن تيجي في أزمنة كتير جدا، حسب المعنى، حسب السياق الزمني بتاع الكلام، الازمنه ماشيه ازاي. فانا جيت بصيت بقول لك لما كان في الاجازه، انا حددت الوقت اللي انا بتكلم فيه اللي هو كان في الاجازه في الماضي، فالكلام في زمن الماضي، فبالتالي هختار فعل ماضي اللي هي كلمه stayed up. خش يابا على اللي بعديه، يلا بينا مفيش وقت للتفسير، يلا. فيرست اولا he saw the film، شاف الفيلم. then ثم he had dinner، تناول العشاء. and afterwards وبعد ذلك he نقط. يعني انت شايف ان انا عمال اقول لك هو شاف الفيلم وبعدين تناول العشاء، فاللي جايه دي مثلا هتبقى ماضي ولا مضارع؟ ايوه ماضي. ما ديت احد استخدامات الماضي البسيط اللي هو سرد الاحداث. انا صحيت من النوم، ثم كنت خدت دش، وبعد ذلك فطرت، وفي النهايه ذهبت الى العمل. الكلام كله فين؟ في الماضي. فالحل يا مستر ماضي بسيط. فين اهي slept، الفعل الماضي من كلمه sleep
22 I once، وonce هنا مش الرابط الزمني، لا once هنا معناها ذات مرة. طيب أنا ذات مرة not of my mother، نقط بوالدتي as an angel، كملاك with golden wings، بأجنحة ذهبية. طبعا أمهاتنا كلنا يعني ربنا يبارك لهم ويديهم الصحة وطولة العمر ويقويهم علينا ويقدرنا إن احنا نرد ولو حتة قد كده من تعبهم معانا. نكمل. ماشي، أنا ذات مرة يعني حاجة حصلت في الماضي، وونس كانت بالكلمات تدل على الماضي يا مستر، فمش هينفع أقول ووز دريمينج، لا. دريمز مضارع بسيط، لا. هاف دريمت مضارع تام، لا يا عم، لا 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 لا, لا. تبقى دريمت على طول يا أستاذ. جميل جدا. اللي بعديه once upon a time، أي once upon a time ديت أخت once في الرضاعة، الاتنين خوات. قال لي their نقط a beautiful princess. beautiful princess دي اللي هي أميرة جميلة، دي نون، خد بالك. هو نقط التي نقط في قلعة، ماشي. وطالما دي نون ينفع أقول هنا حاجة غير فيرب تو بي؟ لا. طب هو جايب لي هنا was وهاز lived، ولا was وليفد، ولا is وليفد، ولا is وهاد lived. انت يعني لو دماغك شغالة ما ينفعش أقول يا مستر was وهاز lived، ما ينفعش أقول ماضي بسيط مع مضارع تام في الجملة دي، غلط. طب هنا ينفع مضارع بسيط مع ماضي بسيط؟ ده ايه الكوكتيل الغريب ده؟ لا. طب يا مستر از اللي هي مضارع بسيط وهاد ليفد ماضي تام، يا لهوي مش نافعه. انت حتى من غير ما تبص على الجمله ماضي وماضي، فهتبقى ووز وليفد، ووز وايه؟ وليفد. اللي بعديها بطل. يلا from 2005 to 2010. هي جمله جامده قوي، خلي بالك على فكره، وليها حوار كده بس مش دلوقتي. قال لك من 2005 ل 2010. انا بتكلم هنا فين؟ في الباست، في الماضي يا مستر. وطالما في الماضي يا حبيبي يبقى الجمله في الماضي. طب ينفع اقول هاز وركد مضارع تام؟ لا. انا قلت لك ماضي بقى. هاد وركد ماضي تام؟ لا يا مستر مش نافعه. الحل عندي هيكون وركد، لان ورك فعل في المصدر مش هيجي في الماضي، فما فيش غير عندي كلمه وركد لان الجمله في زمن الماضي البسيط. اللي بعديه اي ويش اي. تعالى لي بقى عشان انت خنقتني في السنتر واحنا بنشرح الحته دي. يعني ايه مثلا اي ويش would rather I wish would rather it's time، وعندي كلمة suppose، وعندي كلمة if only. مالهم الخمسة دول؟ يا مستر الخمسة دول قسما بالله العلي العظيم. تاني، قسما بالله العلي العظيم. بيجي بعد منهم جملة في زمن الماضي البسيط، بعدهم جملة يعني فاعل وفعل ومفعول، جملة في زمن الماضي البسيط. حلو. ليه؟ هو كده. ليه يا مستر؟ هو كده. طب اقول لك على حاجه تانية، ده بيجي معاهم جمله في زمن الماضي البسيط وشرط ما يكونش فيه كلمه تدل على الماضي البسيط. ليه؟ ان شاء الله بعدين هقول لك برضه. ركز معايا. اي ويش والتعبيرات ديت كلها هي بتستخدم في حاجه في التمني في المضارع. التمني في المضارع، بتمنى حاجه تكون حصلت في المضارع معايا، لكن هي ما حصلتش فبالتالي بخليها ماضي. يعني انا دلوقتي يا عم سيادتك قلت لي يا مستر تعالى نروح البحر، قلت لك لا والله انا عندي تصوير، معلش انا اسف، حق عليا. فانت رحت واستمتعت وجيت قلت لي عارف يا مستر ده لو كنت جيت معانا بس كان يوم عظيم عظيم. انت بتتمنى دلوقتي ان انا اكون معاك صح؟ بس انا انا مش معاكم. فالكلام دوت اسمه التمني. اسمه ايه؟ التمني. والتمني دنيته غريبه شويه، ان اي تعبير من تعبيرات التمني لو جه بعد منه جمله، الجمله دي في الماضي البسيط. حلو. تعالى كده. فانا قلت اي ويش، واي ويش احد تعبيرات التمني. بعديها قلت لك اي نوت وير ماي فريند از. انت هتتعارك معايا وتقول لي يا مستر انا عندي هنا از وعندي وش دوت فعل مضارع، فالجمله هتبقى في المضارع. والله العظيم ابدا. ليه؟ لان اي ويش احد تعبيرات التمني، وبنقول عليها احيانا الماضي الغير حقيقي. ماشي. يعني ايه؟ يعني طالما لقيت فعل بعدهم اللي هي كلمه اي لازم يجي بعدها جملة في زمن الماضي البسيط، وطالما ماضي بسيط هروح خالص هناك عند no. جميل. اللي بعده I would rather. والله أنا أفضل إيه؟ ما هي I would rather من تعبيرات الماضي الغير حقيقي. عندي هنا فاعل اللي هي كلمة you، فبالتالي المفروض يبقى الجملة في زمن الماضي البسيط. معلش اقرأها للآخر، اطمن وطمني. قال لك والله I would rather you know this car it's a bargain. وكلمة bargain بالمناسبة معناها صفقة. معناها ايه؟ صفقة. ماشي. هتقولي it's يا مستر هنا مضارع ايه؟ يا ابني قلت لك ايوه هو في المضارع.
هو فين؟ في المضارع، بس انا بخليه ماضي. قشطه، جميل جدا. تعالى لي، وطالما ماضي هقوله كلمه بوت اللي بعديه. if I not hard I would succeed، حاله اف الثانيه. ان شاء الله باذن الله بعمل لكم حصه كده بالمناسبه، يعني بمناسبه السؤال ده بعمل لكم حصه نلم فيها كل الكونديشنالز، كل الحالات الشرطيه هنلمهم في فيديو باذن الله. وطبعا لو انت من طلاب انت عارف ان حالات اف الواحد بيقول الحمد لله رب العالمين بشكل كويس. ولو انت مش من طلاب ان شاء الله اتمنى انك تستفيد في الحصه ديت بالقدر الكافي، وهتبقى فيها معلومات كافيه ووافيه باذن واحد احد. تعالى لي بقى كده تاني، ارجع لي. قال لك يا عم والله if I not hard، لو انا نقط بجد I would succeed، انا هنجح. انا بالبلدي كده لقيت اف بص على الجمله الكامله، لقيت would والفعل فين؟ في المصدر، يبقى دي الحاله الكام؟ الثانيه. وطالما ثانيه يبقى ماضي بسيط automatically تبقى studied. اللي بعديها اف اهي يا مستر اف، ماشي. بص على الجمله الكامله would والمصدر، يبقى الحاله الكام؟ الثانيه. if we نقط ريتش، لو احنا نقط اغنياء كنا اشترينا فيلا جديده. يا رب يا سيدي انا وانت ان شاء الله. فالحل هيبقى وير، لان هو ده الماضي اللي موجود عندي. suppose، قلت لك suppose من احد الكلمات اللي بتعبر عن الماضي الغير حقيقي يا صديقي. يعني ايه؟ يعني اكمل الجمله ما لقيتش فيها حاجه بتدل على الماضي، يبقى زمن الجمله هيكون في الماضي البسيط. هقول لك على حاجه كمان انت خدتها في ثانيه ثانوي. ايه؟ suppose احد بدائل اف، كنا بنشيل اف ونحط suppose، صح؟ يعني اتعامل مع suppose على انها اف. يا عم الحاج اعتبر suppose ديت كلمه اف. ابص على الجمله الثانيه لقيت would والفعل فين؟ في المصدر، يبقى دي الحاله الكام؟ الثانيه. وطالما ثانيه هشتغل بالماضي البسيط اللي هو كلمه one. اللي بعديها I would rather you نقط now. هو مفيش بجاح اكتر من كده. انا الله افضل you ادي الفاعل، وبعدين كلمه now اللي هي دلوقتي يا مستر ماضي بسيط. ليه؟ هي عندي would rather من التعبيرات الدالة على الماضي الغير حقيقي اللي هو في الأصل كان مضارع، فبالتالي هقول didn't إيه؟ didn't come. اللي بعديها it's time من التعبيرات الدالة يا مستر على الماضي الغير حقيقي، بيجي وراه جملة في زمن الماضي البسيط. حلو، it's time اهي، بعد منها عندي يو اللي هي أصلا فاعل، وطالما عندي يو الجملة اللي وراها ماضي بسيط. has paid مضارع تام، pay مصدر، paying ing، الحل هيبقى paid. السؤال الأخير في الجزئية ديت يعني، بعد كده هيبقى في أسئلة لونج مان والسنين اللي فاتت على الماضي البسيط. احنا كلنا بنحل ماضي بسيط، خد بالك. ماشي. it's high time لقد مر وقت طويل. ايوه الله ماضي، انا زهقت انت عمال تقول لي ماضي ماضي ماضي. ما هي it's time هي it's long time، it's high time، it's short time، مفيش اي مشكله. مستر ايوه فين الفاعل؟ صح يا ولا، ده مفيش فاعل. طب ايه هقول started برضو؟ قال لك لا، قال لك يا حبيب قلبي لما تلاقي it's time مفيش بعديها فاعل، دي بيجي بعد منها to، وطبعا عارف بعد to هيبقى الايه؟ الانفينيتيف، صح؟ فستارتس غلط، وستارتد غلط، وهاد ستارتد غلط. الحل عندي هيكون to start. جميل. نخش بقى على التمارين اللي جت في امتحانات السنين اللي فاتت، نشوف فكر الناس كان عامل ازاي. معايا طبعا امتحانات السنين اللي فاتت هي اسئله لونج مان، سواء الفيرجن الجديد او النسخه الجديده او النسخه القديمه، الى اي حاجه تخص الماضي البسيط. ركز معايا. I used to play football، انا اعتدت ان العب كره القدم وانا was young لما كنت صغير. but now، ركز، انا قلت هنا ايه؟ used to يا مستر، جه بعديها ايه؟ فعل في المصدر يا مستر، يبقى but now هتكون منفيه. ماشي حلو، انا عرفت ان هي منفيه عشان عندي يوز تو. طب والفعل ده في المصدر معناها ان انا لما انفي هنا هرفي بفيرب تو دو اللي هو دو او داز، دو او داز. خلاص يا مستر ده انا عندي ام نوت وعندي didn't وعندي wasn't، الحل هيكون كلمه don't. اللي بعديها how long ago، لسه قايل لك عليها من شويه، دي كلمه من الكلمات الاستفهاميه اللي بتيجي في زمن الماضي البسيط، يا اما هقول did يا was او where على حسب. والله انا بصيت في الاختيارات ما لقيتش اصلا ولا was ولا where، بس معلش كمل معايا. how long ago نقط your father come دي فعل فين؟ في المصدر، فاوتوماتيك هروح على ايه؟ على did. 35
بيقول لك يا صديقي my sister not her university degree in 2018. in 2018 ديت على بعضها كده يعني الجملة في الماضي البسيط. حلو، بس معلش university degree يعني ايه؟ يعني الدرجة العلمية الجامعية، السيرتيفيكيت او الشهادة اللي حضرتك هتاخدها ان شاء الله لما تتخرج من الجامعة. خليك معايا بقى، احنا قلنا 2018 يعني ماضي بسيط، فبالتالي ما ينفعش اقول was getting، ده ماضي مستمر. has got يعني مضارع تام. طب had got ماضي تام، الحل عندي هيكون كلمة got. 36 I went to the company and not the sales manager. طيب انت مبدئيا جيت لقيت هنا went، فالمفروض ان سياق الكلام في الماضي. اربط عندك بقى في كلمة and. قال لك يا سيدي and ديت عامله شبه هو و حرف العطف في اللغة العربية. يعني ايه؟ يعني احنا ما عندناش اعراب في الانجليش، بس عندنا اعراب في العربي ان المعطوف والمعطوف عليه بيبقوا زي بعض في الاعراب. حلو. قال لك and بقى بتشتغل شغل تاني. لو عندك and وفي قبل منها جملة، الجملة ديت زمانها اي حاجة. يعني مثلا جاب لي زمن من الازمنه اللي فيها فعل مضاف له اي ان جي. جميل. اللي بعدها لازم يكون الفعل برضو مضاف له اي ان جي. طب هنا تصريف ثالث، قبل اند تصريف ثالث، فالفعل اللي بعدها برضو تصريف ثالث. جبت لك قبل اند تنين مجنح، بعدها برضو تنين مجنح. حلو. فانا اللي قبل اند هنا جمله في زمن الماضي البسيط، فاوتوماتيك اللي بعدها برضو هتبقى ايه؟ هتبقى ماضي بسيط. فهقول هنا ايه؟ هقول met. 37 يقول لك did you not to get up early؟ مبدئيا هو السؤال بدأ بديد، فمش محتاج ان انا احرق كتير. ديد اوتوماتيك يجي بعديها هنا يا مستر الفعل فين؟ الفعل في المصدر، فبالتالي هستخدم هقول يوز. طب يا مستر ما ينفعش اقول يوز تو؟ لا، ما هو اصلا جايب لك في الجمله كلمه ايه؟ كلمه تو. السؤال رقم 38 استاذ this nice story نقط باي طه حسين. طه حسين اللي هو عندك السنه دي في قصه الايام. جميل ماشي. يقول لك القصه ديت نقط بواسطه طه حسين. اكيد القصه ما كتبتوش صح؟ هي القصة كتبت بواسطة طه حسين. عيل بقى يجي يقول لي يا مستر إز ريتن مبني للمجهول. سؤال صغير قد كده، هو طه حسين عايش؟ ميت صح، الله يرحمه ويحسن إليه. وطالما ميت يعني هو كتبها فين؟ في المضارع ولا في الماضي؟ في الماضي. طب طالما في الماضي إزاي قلت لي إز ريتن؟ ده مبني للمجهول بس في المضارع البسيط مش نافعة. طب رايتس ده مبني للمعلوم. طب روت ماضي بسيط أي نعم بس مبني للمعلوم. الحل عندي هيبقى إيه؟ هيبقى was written. سؤال رقم 39 بيقول لك she not study at night when she was young، لما كانت لسه صغيره، فالمفروض ان هي نقط تذاكر في الليل. تيجي انت تقول لي يا مستر الفعل ده بالمصدر ازاي؟ بص على الاختيارات، is used to ولا used to ولا was used to ولا used. ماشي، هتقولي كلها فيها تو فكلهم مصدر؟ لا، used to هنا جاي معاها كلمه ايه؟ is. قلت لك فيرب تو بي لما يجي مع يوزد تو بيجي بعد منها ايه؟ الفيرب مضاف له اي ان جي، فدي بره اللعبه. اللي بعده طب was used to نفس القصه، was دوت فيرب تو بي، يبقى used to المفروض يجي بعد منها الفعل فين؟ مضاف له اي ان جي. طب used، هي used جايه لوحدها ازاي؟ used لوحدها فعل ماضي بمعنى استخدم، او ممكن تيجي كادجكتيف بالمناسبه بمعنى مستعمل، بس انا هنا عندي فعل في المصدر، فالحل عندي هيكون used تو، لان used to كده كده يا مستر بيجي بعد منها الفعل فين؟ في المصدر بدون اي اضافات. 40 my uncle used to drive a car not he was 20. عمي اعتاد ان يقود سياره not كان في العشرين من عمره. هو انت اوتوماتيك كده هتستبعد لي سنس، مضارع تام وبتيجي بمعنى لان، ما ينفعش اقول لان هنا، وكلمه داله على المضارع التام ما تجيش مع جملتين في زمن الماضي البسيط. حلو. طب يا مستر ينفع اقول وايل؟ بص، هي فكره وايل ان هي بتيجي مع الاستمرار. وايل في الغالب بتيجي مع الاستمرار، حدثين مستمرين او حدث مستمر وحدث تاني قطعه، وانا هنا ولا عندي استمرار ولا عندي حدث قاطع، ده انا عندي هنا عاده ماضيه، فمش نافعه وايل. يبقى اجو يا ابني، اجو مش رابط اساسا عشان تربط ما بين جملتين، مش نافعه. الحل عندي هيبقى ايه؟ هيبقى كلمه when. اللي بعديه السؤال رقم 41 عادل نقط in طنطا in 2002. عادل نقط في طنطا سنه 2002 ماضي. طب ايه؟ is born يا مستر. is born يعني بيتولد، يعني دلوقتي بيتولد، 2002 دي ماضي فمش هينفع is born. طب بور، هي بور بتيجي بمعنى ولد يعني خلف، هو عادل مش عادل اللي هيخلف، فيسيولوجيا ما ينفعش، فمش هتنفع برضو. المفروض ان عادل اتولد يعني في الماضي البسيط، فهقول هاد بورن، لا يا عم ده ماضي تام، فالحل عندي هيبقى was born. اللي بعده last month الشهر اللي فات. ماله الشهر اللي فات؟ he not his job without anyone knowing about it.
هو نقط وظيفته بدون ما اي حد يعرف عن الموضوع. المفروض ان هو ساب شغله، يعني ماضي بسيط بس معلوم ولا مجهول؟ بالظبط كده، في المبني للمعلوم، فهتبقى ايه؟ هتبقى ليفت. خش على اللي بعده يا صديقي، صفحه 43. The Romans، الرومان. نقط بترا ديت اللي هي مدينه البتراء، موجوده في الاردن بالمناسبه. nearly يعني من حوالي 2000 years ago، من حوالي 2000 سنه كده. طب يا مستر have captured، يعني ايه capture اصلا؟ capture يعني يأسر او يستولي على. حلو. have captured ديت يا مستر المفروض ان انا قلت من 2000 سنه اجو، ماضي بسيط، وهاف captured مضارع تام ارمي. طب يا مستر had captured، لا يا مستر ده ماضي تام ارمي. فهتبقى were captured ولا captured؟ هي were captured دي صيغه مبني للمجهول في زمن الماضي البسيط، فمش نافعه. الروم هم اللي استولوا على البلد دي، فبالتالي هتبقى ايه؟ captured. اللي بعده I wish I know where my jacket is. تقريبا لسه حالين، تقريبا هو نفس السؤال بالمناسبه. I wish يعني ماضي غير حقيقي، يعني جمله في الماضي البسيط الفاعل عندي I، يجي بعد منها ماضي بسيط اللي هي كلمه new. اللي بعده طه حسين نقط the nice story called الايام. طبعا انت دماغك شغاله ترجع الفيديو تشوف الحته اللي فاتت بتاعت طه حسين، صح؟ طب دي مش زيها، ده انا بدات الاول بطه حسين اللي هو subject فاعل، وهو اللي كتب قصه الايام وكتبها فين؟ في الماضي، فالحل عندي هيبقى wrote. السؤال رقم 46. It's 5 years. الحته ديت ان شاء الله ناخدها بالتفصيل في المضارع التام. It's 5 years يعني مره 5 سنوات منذ ان. حلو، ده اكسبريشن كده هو بيقول لك it's time، اي تايم اي وقت، وبعدين يروح راشق لك كلمه ايه؟ كلمه since. ماله بقى الاكسبريشن ده؟ قال لك الاكسبريشن ده لازم يجي بعد منه جمله في زمن الباست سمبل او جمله في زمن الماضي البسيط. فنصلي على النبي كده ونشوف. ادي اتس تايم دي وقت، الخمس سنين دي وقت، معايا كلمه سينس، فالجمله اللي بعدها ماضي بسيط، يعني مر 5 سنين منذ ان قابلت طارق، فالحل هيبقى عندي كلمه مت. السؤال رقم 47. تفيصت ولا ايه؟ مغسل وشك وتعالى. قال لك they not a textile factory in 2018. هم نقط مصنع نسيج في 2018. تكستايل يعني نسيج بالمناسبه، ماشي. يا مستر جايب لي فايند في الاختيارات ودي ماضي بسيط، فهقول فاوند. غلط يا مستر. ليه غلط؟ ما هي فايند الماضي بتاعها فاوند. ازاي يعني؟ معلش اقول لك، هم وجدوا مصنع نسيج، وجدوه، لقوه فين؟ لا خلي بالك بقى من الحته دي. قال انا فايند معناها يجد، ايوه انا معاك. طب فاوند هي بتيجي كفعل ماضي بمعنى وجد، وبتيجي كفعل مضارع بمعنى يؤسس. هي هنا بقى جايه بمعنى ايه؟ جايه بمعنى يؤسس يا مستر، والماضي من كلمه فاوند كلمه فاوند. خد بالك من الحته دي، امانه عليك يا اخي، ماشي؟ طيب اللي بعده she wishes سوري على اللخبطه. she wishes she not in my place now. ماشي، she wishes هي تتمنى، ووش يعني ماضي غير حقيقي، عندي فعل اللي هي كلمه she، فيجي بعد منها مستر ماضي بسيط، ماشي. is لا. طب has been مضارع تام لا. was being ماضي مستمر لا. where ازاي she were يا مستر؟ قال لك ما انا هقول لك حاجه مهمه جدا يا حبيب قلبي. مش ده ماضي غير حقيقي؟ يعني مستحيل يكون حصل. فبالتالي قال لك بتعامل معاها زي ما بتعامل مع حاله اف الثانيه، اللي هي ازاي؟ قال لي الفاعل سواء مفرد او جمع كان بيجي معاه وير. صح يا مستر، افتكرت خدناها في ثانيه ثانوي وفي اولى ثانوي، فالحل عندي هيبقى ايه؟ هيبقى كلمه وير. 49. he not his wife in 1990. هو نقط مراته سنه 1990. اتجوزها، ماشي. مارج يعني الزواج، ده نون مش جايه سكه. جيت مارد، هي جيت مارد يعني يتزوج، بس دي جايه جيت ديت يا مستر في المضارع فمش نافعه. was married تنفع يا مستر ولا مارد؟ يا عم هو انا ليه اجيب مبني للمجهول اساسا؟ الحل مارد، هو تزوج مراته سنه 1990 بس. اللي بعديه once ذات مره. طب لا ليه؟ قال لك مش في هنا كاما؟ ايوه يا مستر، يبقى كلمه وانس ديت رابط بمعنى ايه؟ رابط بمعنى بمجرد ان. خد بالك منها بالله عليك، بمجرد ان.
بيقول لك بمجرد مبني او my child not by scorpion يعني عقرب نقط بواسطة عقرب. a doctor was called الدكتور تم الاتصال به. المفروض ان ابني اتقرص اتعض لدغ من العقرب. يبقى بالتالي الجمله في المبني للايه؟ في المبني للمجهول. طالما مبني للمجهول يبقى وز اول والفعل في التصريف الثالث. وانت واثق ليه يا مستر ان هي ماضي بسيط؟ قال لك بص يا ابني قلت لك هنا was called تم الاتصال به في الماضي صح؟ يبقى السياق الزمني بتاع الكلام فين؟ في الماضي. فبالتالي ما ينفعش اقول was stinging ده ماضي مستمر. is stung مبني للمجهول بس مضارع بسيط. طب had stung لا يا مستر ده ماضي تام. الحل عندي هيكون ايه يا شباب؟ هيكون was stung. اللي بعديها يقول لي ايه؟ يقول لي احمد the car was hit by a driver who not at mad speed. تعالى لي بقى عربية احمد صدمت اتخبطت بواسطة سائق الذي نقط بسرعة جنونية. واحد هيقول لي يا مستر ماضي بسيط، ما انا هنا ماضي بسيط فهنا ماضي بس. استنى انا واقف في امان الله واحد جه خبطني بالعربية. اللي خبطني في العربية ده وكان مستمر في الايه؟ في القيادة صح؟ كان ايه؟ مستمر في القيادة. يعني حدث القيادة ده حدث ايه؟ حدث مستمر. طب بالله عليك حدث الارتطام دوت حدث قاطع. وطالما عندي حدث مستمر وحدث قاطع الحدث المستمر بيجي في زمن الماضي المستمر. ده بيتكون من ايه يا مستر؟ اللي بيتكون من was aware والفعل في was aware والفعل مضاف له ing والمبني للمجهول بتاعه was aware being والفعل في التصريف الثالث. فركز معايا الحل هنا هيبقى was driving يا اسد. جميل. اللي بعدها جيت قلت لك I read a magazine أنا قرأت مجلة in the waiting room في غرفة الانتظار because علشان my appointment الميعاد بتاعي زي ميعاد الانترفيو مثلا was نقط. الميعاد بتاعي delay يعني يؤجل. الميعاد بتاعي يؤجل ولا أجل اتأجل. فهنا الميعاد المفروض إن هو مفعول فدي صيغة مبني للمجهول. أنا بقى راجل محترم وجبت لك هنا was فالمفروض إن يجي بعد منها الفعل في التصريف الثالث. قال لك لأ ده هنا هقول being والتصريف الثالث. ليه يا مستر؟ عشان ده مبني للمجهول في زمن الماضي المستمر. فالحل عندي هيكون ايه يا جماعه؟ هيكون being delayed. السؤال اللي بعد منه what not when I phoned you ماذا نقط لما اتصلت بيك؟ هو انا بص انا كنت بعمل حاجه ومستمر في عملها صح؟ مره واحده طالب اتصل بيا جميل. فانا عندي الحدث اللي هو الحاجه اللي انا كنت بعملها ده حدث ماله؟ حدث مستمر. طب وده المفروض ان ده حدث ايه؟ قاطع. احنا قلنا الحدث المستمر بيجي في زمن الماضي المستمر والحدث القاطع بيجي في زمن الماضي البسيط. فبالتالي يا مستر المفروض ان انا كنت بعمل حاجه لما انت اتصلت بيا وقاطعتني. فالحاجه اللي انا كنت بعملها في زمن الايه؟ الماضي المستمر. فيا مستر was aware والفعل مضاف له ing were you done غلط. being done برضه غلط. طب you were doing ولا were you doing؟ دي صيغه ايه؟ صيغه سؤال. وطالما صيغه سؤال فاحنا بنقول was aware بعدين الفعل مضاف اليه ing. الحل عندي هيبقى were you doing. طب دي ليه غلط؟ لان دي صيغه جمله يا محترم. دي صيغه ايه؟ جمله. اللي بعديها yesterday evening امبارح بالليل. تعالى كده اما اقول لك على حاجه صغيره. قال لي الفرق بين الماضي البسيط والماضي المستمر ايه؟ الماضي المستمر حدث مستمر في وقت محدد في الماضي. حدث مستمر في وقت محدد في الماضي. يعني انا هنا بجيب لك كلمه داله على الماضي وبجيب لك معاها كلمه تدل على وقت محدد. ده يبقى ماضي مستمر. ده يبقى ماضي مستمر. غير طبعا ان انا لو عندي حدث مستمر وحدث تاني قطعه. فبالتالي انا قلت لك هنا يا حبيب قلبي yesterday evening ادي امبارح ماضي evening بالليل وقت محدد. الجمله في زمن الماضي المستمر يا مستر. فبيقول لك my family عائلتي نقط a very wonderful film together. عيلتي نقط فيلم جميل جدا مع بعضيهم كانوا بيتفرجوا. يعني was aware والفعل مضاف له ing. فالحل هيبقى we're watching. السؤال اللي بعد منه at 5 الساعة 5 yesterday امبارح وقت محدد في الماضي. يعني ماضي ايه؟ مستمر. يعني was aware والفعل مضاف له ing. قلت لك I نقط to أسوان by train أنا نقط إلى أسوان بالقطار. خلاص يا مستر هتبقى was traveling ما توجعش قلبنا. مظبوط. اللي بعديها رقم 56 this time last night زي دلوقتي امبارح. طب زي دلوقتي ديت يا مستر وقت محدد. امبارح
ماضي last night. جميل قوي، يبقى ماضي مستمر. I not to the cinema with my parents. أنا نقط إلى السينما مع أبوية، فبالتالي هتبقى was aware والفعل مضاف له ing، فالحل هيبقى was going. السؤال اللي بعد منه يلا بينا. لما اجي اقول لك what not yesterday from 4 to 6، ماذا نقط امبارح ماضي من الساعة 4 للساعة 6، وقت محدد، يبقى ماضي مستمر يعني was aware والفعل مضاف له ing. 100 being done لا. طب were you done لا برضه يا مستر. done ده تصريف ثالث يعني مبني للمجهول مش نافعة. اللي بعدها جيت قلت لك were you doing ولا you were doing؟ يا ابني صيغه سؤال، ما احنا لسه حالين نفس الفكره اللي هي ايه؟ اللي هي where you doing. السؤال رقم 58. اما اجي اقول لك I not TV and suddenly the light went off. انا نقط التلفزيون وفجاه الكهرباء قطعت. طب الكهرباء لما تقطع ديت يا مستر المفروض ان هي حدث ايه؟ حدث قاطع. طب وطالما في حدث قاطع اكيد في حدث ماله؟ مستمر، والحدث المستمر بيجي في زمن الماضي الايه؟ المستمر. فهقول واتشد لا يا مستر ده ماضي بسيط. طب واتشز لا يا مستر ده مضارع بسيط. طب هاف واتشد ده مضارع تام فمش نافعه برضه، هتبقى واز ايه؟ واز واتشنج. السؤال اللي بعد منه بيقول رقم 59 يا شباب. جيت قلت لك when I was digging in the garden، كنت بحفر في الحديقه، ودي مستمره خد بالك was digging يعني كنت مستمر في الايه؟ في الحفر. I know some hidden jewels، انا نقط بعض المجوهرات المخبأة. ان انت مثلا بالعقل كده، انت عندكم جنينة وماسك الكوريك هوب عمال تحفر، هوب عمال تحفر، هوب دبل كيك لقيت الكوريك خبط في حاجة ناشفة، بص لقيت مجوهرات، هتكمل حفر ولا ده حدث قاطع؟ ده حدث قاطع يا مستر. وجود الجولري او الجيولز او المجوهرات ديت حدث قاطع، والحدث القاطع كان بيبقى في زمن ايه؟ بسيط ولا مستمر؟ الله ينور عليك، ماضي بسيط. فالحل عندي يا مستر هتبقى ايه؟ هتبقى كلمه فاوند. يجي ايوه سبعك انت بتقول لي يا مستر عندي هنا ايه؟ عندي هنا كلمه فاوندد. فاوندد يعني اسس، الماضي من يؤسس. معايا؟ زي الفل، الله ينور عليك يا صديقي. رقم 60 بيقول لي while I know the match the tablet battery went dead. بينما ايوه خد لي بقى وايل ديت. وايل يا مستر كان يجي بعد منها حدث مستمر اللي هو ماضي مستمر اللي هو فاعل was aware والفعل مضاف له ing. حلو. طيب بيقول لك بينما انا نقط المباراه البطاريه بتاعت التليفون او بتاعت التابلت وانت ديد فصلت. ماشي، ما انا كنت بتفرج والبطاريه فصلت، فده حدث قاطع وحدث مستمر، هتبقى was watching. اللي بعديه 61 when I was driving to Alex، وانا سايق العربيه الى أليكس وانا سايق ومستمر في السواقه. I نقط some important news on the radio، انا نقط بعض الاخبار المهمه على الراديو. طب الاختيارات بتقول لي يستمع، انا كنت سايق وبستمع، الحدثين مستمرين مع بعض في الماضي صح؟ وطالما مستمرين في الجمله في زمن الماضي الايه؟ الماضي المستمر. الله ينور عليك، هتبقى was listening. اللي بعديها بيقول لي while نقط home. تعالى لي while هنا جاي بعديها فاعل، قال لك لا، while يا حبيب قلبي لما ما كانش يجي بعد منها فاعل كان يجي بعد منها حاجه من الاثنين، يا اما يجي بعد منها فعل مضاف اليه ing مباشره، يا اما كان يجي بعد منها being والفعل في التصريف الثالث. طب الدنيا ماشيه ازاي؟ قال يا مستر والله اما اشوف while نقط home the weather turned extremely cold، الطقس بقى بارد جدا. ماشي. being gone بتيجي في صيغه المبني للمجهول. ماشي. طب هو انا اتروحت البيت ولا انا اللي رحت؟ انا اللي رحت، فما ينفعش being gone. طب goes لا. طب went برضه لا يا مستر. ما هو هنا الخدعه، هو هنا جايب لي وايل نقط على طول، بس هو جايب لي في الاختيارات فاعل بعدين was والفعل مضاف له ing، فالحل عندي هيبقى I was ايه؟ I was going. سؤال رقم 63 برضه نفس الفكره، وايل نقط بيضحك عليا. For the exam my roommate was watching TV، وانا براجع المفروض ان زميلي في الغرفه كان بيتفرج على التلفزيون. طب انا هنا جايب لي ing وهنا جايب لي فاعل was aware والفعل مضاف له ing، اختار مين؟ بص بقى، بص شغل دي. قال لك الحته اللي انا قلتها فوق ديت ما بتستخدمش الا لما يكون فاعل الجمله الاولى هو فاعل الجمله الثانيه. فاعل الجمله الاولى هو فاعل الجمله الثانيه، فانا بحذف الفاعل واحط ing او being والتصريف الثالث. طب ركز معايا كده، هو غرفه
الجمله الثانيه بيقول لي زميل الغرفه. هو زميل الغرفه هو اللي كان بيذاكر ولا انا اللي كنت بذاكر؟ انا اللي كنت بذاكر. ففعل الجمله الاولى حاجه وفعل الجمله الثانيه حاجه ثانيه، فبالتالي الجمله هتبقى في زمن الماضي المستمر. ما انا عارف ريفايسنج مش نافعه لان الشرط بتاعها متوفرش، هو فعل الجمله الاولى مش فعل الجمله الثانيه. ريفايست ماضي بسيط لا. طب ووز ريفايسنج ناقصه فاعل، فالحل هيبقى عندي I was revising. السؤال رقم 64 بيقول while not for the train، بينما نقط الى القطار we were playing a game، كنا بنلعب لعبه. ماشي، هو بيقول لك هنا while waiting و we were waiting و were waiting ولا A و B؟ يا مستر هي were waiting دي مش نافعه خالص، ارميها في الزباله. ماشي، طب waiting ولا we were waiting؟ انا شايف هنا ان فعل الجمله الثانيه we وفعل الجمله الاولى we، فان انا احط اي ان جي صح، بس دي برضو صح، فالاثنين هيبقوا A and B، الاثنين صح. السؤال اللي بعد منه not seeing the snake I shouted ING while، غلط يا لهوي. ليه؟ صلي على النبي. while بتعبر عن حدث مستمر يا اخوانا، والله قلت الكلام ده. طب هو رؤية التعبان ده حدث مستمر؟ أنا تعبان، الله إيه الجمال ده. وبعدين صرخت، قعدت شوية كده مستمر، تشوف رؤية التعبان أنا أسخر منك يا فتى. ركز كده، ما ينفعش أقول during لأن during بيجي بعد منها noun. just as دي بيجي بعد منها جملة كاملة. فالحل عندي هيبقى ايه؟ هيبقى اون. ايه اون دي يا مستر؟ حرف جر. قال لك اون ديت رابط اساسا يا محترم، بتيجي بمعنى بمجرد ان، وغالبا ايه؟ دائما بتعبر عن الاحداث المفاجئه، الاحداث اللي فيها ايه؟ اللي فيها مفاجاه. يلا بينا نكمل. قال لك والله السؤال رقم 66 I not my relatives that's why I couldn't meet you، انا not قرايبي ولذلك ما قدرتش اقابلك. خد بالك بقى، انا ما قدرتش اقابلك ليه؟ عشان كنت مستمر في زيارة أقاربي. خد بالك بقى، قال لك يا حبيب قلبي الماضي المستمر أحيانا بيعبر عن حدث مانع لحدث. أيوة، ما هو أنا ما قدرتش أقابلك، إيه اللي منعك؟ إن أنا كنت بزور قرايبي، فزيارة قرايبي ديت ماضي إيه؟ ماضي مستمر، فهقول هنا يا جدعان was إيه؟ was visiting. السؤال اللي بعد منه my mom couldn't entertain the guests، امي ما قدرتش والله تقابل الضيوف، يعني ما قدرتش تستقبلهم. ليه؟ since، خلي بالك since هنا بمعنى لان ايه يا مستر؟ هي نقط العشاء، هي كانت مشغوله بتحضير العشاء، فده حدث منع مقابلتها للضيوف، فبالتالي هيبقى ماضي مستمر. الحل عندي هيبقى was cooking. 68 نقط on holiday. خد على قفاك، تعالى ايه دي؟ اون حرف جر. طيب ماشي، مين في دول كان بيجي بعد منهم حرف جر؟ والله يا مستر قال لي الرابط الوحيد اللي ينفع يجي بعد منه حرف جر هي كلمه وايل ممكن يجي بعد منها حرف جر اللي هو البريبوزيشن، بس بشرط. ايه الشرط ده؟ ان هو يجي بعد منهم ناون، يجي بعد منهم ايه؟ ناون او اسم. فالحل عندي وايل. ليه؟ لان اون حرف جر جاي بعدها كلمه هوليداي اللي هي في الاساس اسم اللي بعديها. 69 نقط preparing lunch، نقط تحضير العشاء الغداء. مش عارف جاي معايا عشاء ليه، يمكن انا عايز اتعشى تقريبا. نقط تحضير الغداء my mother، امي dropped and broke a dish، امي وقعت الطبق وكسرته. ماشي، انا جيت بصيت هنا لقيت الفعل مضاف له اي ان جي. هتقول يا مستر ديورنج بيجي بعدها اسم وده اي ان جي. ماشي، طيب ما هي سنس ديت يا مستر بمعنى لان، او تبع الماضي التام، المضارع التام سوري. يبقى اون ولا وايل؟ اون ولا وايل؟ ما هي اون بيجي بعدها اي ان جي، وايل بيجي بعدها اي ان جي، بس انا قلت لك ان اون ديت بتيجي مع حدث ايه؟ حدث مفاجئ. طب امانه عليك يا شيخ، هو تحضير الغداء دوت حدث مفاجئ؟ لا، ده حدث ماله؟ مستمر. فالحل عندي هيبقى يا صديقي كلمه وايل. السؤال رقم 70 نوت ذا سمر. يعني ايه ذا سمر؟ يعني الصيف، وده عباره عن ايه؟ عباره عن ناون. طالما ناون انتل مش تبعنا، وايل بيجي بعديها اي ان جي مش تبعنا، بيجي بعد منها اي ان جي او اسم لكن يعبر عن حدث مفاجئ. الصيف حدث مفاجئ؟ لا طبعا، فاون مش نافعه. الحل عندي هيكون كلمه ايه؟ كلمه ديورنج. بص بقى السؤال اللي تحته نفس الكلمه نفس الجمله نفس الشكل، بس انا زودت لك قبل كلمه ذا سمر حرف الجر ايه؟ اون. والوحيده في الاربعه اللي قدامي اللي بيجي معاهم حرف جر سواء فور سواء during سواء since
هي كلمة ايه؟ while. اللي بعديها نقط the minister's speech، نقط حديث او خطاب المدير. A journalist interrupted him، صحفي حقير قاطع الوزير. ماشي، هي the minister's speech ديت او خطاب الوزير. خطاب الوزير ديت فعل مضاف ل ing ولا جملة ولا ناون؟ خطاب الوزير ده اسم. حلو قوي. طب ينفع اقول when؟ قال لك لا. طب ينفع اقول while تنفع بس يجي معاها حرف جر وانا ما عنديش حرف جر. while لا. on بتعبر عن حدث مفاجئ، هو خطاب الوزير حدث مفاجئ؟ قال لي لا. فالحل عندي هيكون كلمة ايه؟ كلمة during. سؤال وراه غتت، خلي بالك. نقط listening sessions، انت هتقولي ان ده فعل ing. لا معلش ركز كده في معنى الجملة. listening sessions يعني ايه؟ يعني جلسات الاستماع. جلسات الايه؟ الاستماع. قال لك we took important notes. فكك من دي. listening sessions جلسات الاستماع. جلسات الاستماع ديت يا مستر هل هي verb plus ing ولا هل هي noun؟ قال لي لا دي noun، يعني اسم، يعني لازم يجي وراها او اسف يجي معاها during او while وحرف جر. فبالتالي ما ينفعش اقول while بس ولا on بس ولا until. الحل هيكون كلمة ايه؟ during. السؤال اللي بعديه يقول لك not working hours، دي ing. while اصبر، يعني ايه working hours؟ يعني ساعات العمل. ساعات الايه؟ العمل. طب ساعات العمل ديت هل هي فعل مضاف ل ing ولا ناون؟ قال لي لا يا مستر دي ناون، وطالما ناون ما ينفعش معاها وايل، ما ينفعش معاها اون، لان اون بتعبر عن حدث مفاجئ وساعات العمل مش حدث مفاجئ. طب وين ملهاش علاقه بالاسم والناون والاي ان جي اساسا. الحل عندي هيبقى ايه؟ هيبقى كلمه during. 75 بيقول لك while we not on our holiday، بينما احنا نقط اجازتنا we played football a lot، لعبنا كوره كتير جدا. هتقول لي عندي while يا مستر، فهقول هنا ماضي مستمر، يعني was aware الفعل مضاف ل ing وتجري بتسرعك تبوظ لي الدنيا وتقول لي were being وانا الطم على وشي واقول لك غلط. ليه؟ يا حبيب قلبي انا عندي في الانجليش في حاجه اسمها الافعال الستيتيف. افعال ستيتيف يعني افعال لا يصح اضافه اي ان جي لها. ماشي، ده حاجه يعني، دي واحده. تاني واحده وير بينج يعني مبني للمجهول. احنا انا مش عارف اترجمها ازاي والله. غير كده انا ما عنديش هنا فعل في التصريف الثالث، ده انا عندي هنا اون اور هوليداي في اجازتنا، يعني لما كنا، وكان يعني ايه؟ يعني وير. طبعا اخترنا وير لان الفعل عندي وي جمع. 76 while I not ill، لما انا نقط عيان all my relatives visited me. نفس الفكره، ما ينفعش اقول مستر was being برضو لا، لما انا كنت عيان فهتبقى was. 77 قال لي ايه؟ قال لي والله we not to go to Alex last summer، احنا نقط نروح اسكندريه الصيف اللي فات. ماشي، had preferred فضلنا في الماضي التام لا. was preferring ده انا عندي last summer يا مستر، دي ماضي بسيط. طب يا مستر اكيد الحل عندي هيكون preferred لان هي ماضي بسيط. السؤال اللي بعد منه حنين arrived، حنين وصلت. ها while لما we نقط our dinner، لما احنا نقط الغدا بتاعنا. ماشي، لما احنا كنا بنتغدى، ما هي while بيجي بعديها ماضي ايه؟ ماضي مستمر، فبالتالي برضو غدا. هو انا بخلفها ليه؟ dinner يعني عشاء يا اولاد، ولانش يعني غداء، انا اللي بتلخبط. اوكي ماشي، يبقى احنا كنا بنتناول العشاء، فالحل هيبقى we're having. رقم 79 بيقول ماجدي's grandmother، جدة مجدي نقط نقط عيانة when he visited her yesterday evening. هتقول لي yesterday ماضي مع evening وقت محدد يبقى ماضي مستمر، فهقول was aware والفعل مضاف له ing. جميل. was same غلط. ليه يا ابني؟ لو تاخد بالك في اول الحصه واول السيشن قال لك ان الفعل سيم ماله؟ الفعل سيم لا يصح ان يضاف اليه اي ان جي باي شكل من الاشكال، لان اي فعل بمعنى يبدو يا اولاد ستيتيف فعل ثبات، وافعال الثبات لا تاتي في الصيغه المستمره. فالحل عندي هتعامل مع الجمله على انها ماضي بسيط، فالحل هيكون كلمه سيمد. السؤال رقم 80 while I not at home، لما انا نقط في البيت a man رجل توك توك knocked خبط على الباب and asked for help. لما انا كنت في البيت كنت برضو يعني was يا مستر. السؤال اللي وراه بيقول لي she not the soup while the chef was adding some salt. سؤال غريب قوي، بيقول لك هي نقط الشوربه لما الشيف
او رئيس الطهاه كان بيزود شويه ملح. ماشي يا مستر. والله انا ممكن وامي كده في المطبخ ربنا يبارك فيها يا رب ويبارك في امهاتكم جميعا بتعمل شوربه، ولا امه معلش عايز ادوق الشوربه ها. هي كانت بتحط ملح وانا قطعتها يعني مضى بسيط. دي واحده. طيب انا امي بتزود ايه؟ بتزود ملح. جميل. وفي نفس اللحظه قالت لي يا ولا يا احمد تعالى دوق الشوربه. قلت لها حاضر يا امي. فرحت لها ايوه هي بتزود ملح وانا رحت وحطيت المعلقه وضايقها. ما انا هنا هي بتزود ملح وفي نفس الوقت انا بشرب، فالحدث مستمر. فبالتالي الجمله دي بتمشي الاثنين قاطع وايه ومستمر. يعني تيستد صح وبوست تيستنج صح. فالحل عندي هتبقى B and C. وعلى رأي المثل سنعبر الأزمات ونذلل المصاعب، بس أهم حاجة ناكل الأول. اللي بعده أسئلة لونج مان. While not for the school bus I met one of my old friends. while اهي مش جاي بعديها فاعل، يعني يا إما ING يا إما verb يا إما being والتصريف التالت. ماشي. بص لي على الفعل اللي هنا بقى. أنا أنا اللي كنت مستني صح؟ يا مستر. يعني الجملة ديت مبني للمعلوم؟ يا مستر. يعني ING ولا being والتصريف الثالث؟ ING. هتبقى waiting. السؤال اللي بعديه بيقول لي she نقط dinner when we returned home. هي نقط العشاء لما رجعنا البيت. ماشي. ايه يا مستر؟ ما اكيد هي كانت مستمرة في عمل العشاء. ما ينفعش اقول doesn't make. الكلام عندي هنا في الماضي. doesn't make مضارع لا. isn't making مضارع برضو لا. يا اما wasn't made يعني هي ما اتعملتش مبني للمجهول لا يا مستر. فالحل عندي مش هينفع wasn't made، هيبقى wasn't making. السؤال رقم 84. What not at 7 p.m. yesterday. الساعة 7 وقت محدد. yesterday ماضي يبقى زمن الجملة ماضي مستمر يا أستاذي، وده صيغة سؤال فهحل ب were you doing. السؤال اللي بعديه while سمير was doing his homework. while لما سمير كان بيعمل واجبه was doing مستمر. his sister أخته نقط to loud music. أخته كانت حاطة السماعات أو حاطة الصب ومشغلة موسيقى عالية. so لذلك he wasn't able to concentrate. هو ما كانش قادر على التركيز. ده معناها إيه؟ معناها إن هو كان مستمر وهي كانت مستمرة، فهو ما كانش مركز وقت ما هي مشغلة أغاني وهو كان بيذاكر. وهي كانت شغاله اغاني، فهو ما كانش عارف يركز. يعني الاتنين مستمرين. فبالتالي هقول هنا was listening لان الزمن بتاع الجمله الثانيه زمن مستمر. السؤال رقم 86. احمد the car was hit by a driver. السؤال ده احنا حليناه. عربيه احمد عربيه خبطتها لان السواق كان سايق بسرعه جنونيه والسواقه كانت حدث مستمر، فهتبقى was driving. السؤال رقم 87 بيقول I borrowed my brother watch while mine نقط. انا استلفت ساعه اخويا. لما ساعتي كانت هي تصلح ولا تتصلح؟ بس الاول تتصلح يعني مبني للمجهول، فانا استبعد repaired دي. انما is repaired مبني للمجهول في المضارع البسيط. has been repaired مبني للمجهول في المضارع التام. was being repaired مبني للمجهول في زمن المضارع المستمر. طب انهي واحده يا ابني؟ انا عندي هنا while، ووايل بيجي بعد منها جمله في زمن الماضي المستمر او حدث ايه؟ حدث مستمر. فالحل عندي هيبقى was being repaired. السؤال اللي بعديه بيقول 88 while I not in secondary school. لما انا نقط في المدرسه الثانويه I wrote many poems. وبالمناسبه poems يعني اشعار about nature. انا كتبت اشعار كتير عن الطبيعه. ماشي. لما انا كنت في المدرسه الثانويه كنت صح، فما ينفعش اقول was being، احنا اتفقنا عليها من شويه. ولا had been يا مستر، ده انا عندي هنا المفروض while بيجي بعد منها ماضي بسيط او مستمر. فقال لك هنا were being دي صيغه مبني للمجهول برضو مش نافعه، فالحل عندي هيكون كلمه was. 89 yesterday امبارح at 5:07. يعني ايه 5:07؟ يعني الساعه 7:05. امبارح الساعة 7:05 وقت محدد 7:05 في الماضي yesterday. أنا نقط my application to the company website. عايز أقول إن أنا uploaded يعني رفعت الطلب بتاعي لموقع الشركة. طبعا أنا قلت طالما وقت محدد في الماضي يعني ماضي مستمر، فهتبقى was uploading. السؤال اللي بعد منه السؤال رقم 90 بيقول يا مستر، بيقول إن I not visit the pyramids every month. كل شهر لما كنت
في القاهره. خد بالك ان فيزيت ديت فعل فين؟ فعل في المصدر بدون اي اضافات، فينفع اقول يوزد بس؟ لا. طب يوزد فور؟ لا. طب ام يوزد تو، فيرب تو بي مع يوزد تو يجي بعدها فعل مضاف اليه اي ان جي، فالحل عندي يا اولاد هيبقى ايه؟ هيبقى يوزد تو. السؤال اللي بعديه رقم 91. هانت يا ابطال هانت. not he was a student، not هو كان طالب، he was writing short stories كان بيكتب قصص قصيرة. طيب افتر بعد ما كان طالب ولا دي برضو as soon as بتعامل معاملة بعد؟ خد بالك، والاتنين دول على فكرة هناخدهم الوحدة الجاية وبيجي معاهم زمن الماضي التام. ماشي، يبقى وايل ولا اون؟ اون بيجي بعد منها حدث مفاجئ، فالحل هنا هيبقى ايه؟ وايل. طب ما قلتش اون ليه يا مستر؟ قال لك عشان انا كنت طالب ده حدث مفاجئ، انا بقيت طالب؟ اكيد لا. سؤال رقم 92 بيقول نهى فوند مي، نهى اتصلت بيا، وايل ذا دينر نقط، لما العشاء نقط. العشاء كان بيطبخ ولا كان بيطبخ؟ اكيد بيطبخ يا مستر، يعني الجمله في المبني للايه؟ للمجهول، فكوكد مش نافعه وكوكس مش نافعه. طب يا ترى ووز كوكينج ولا was being cooking؟ انا قلت مبني للمجهول، دي مبني للمعلوم برضو، الحل عندي هيبقى was being cooking. السؤال اللي بعد منه I no longer يعني لم اقعد العب تنس لانني نقط. لانني ايه؟ قالك لا، ما هي از هنا مش بمعنى لان، از هنا بمعنى كما. بمعنى ايه يا جدعان؟ كما. يقولك انا لم اقعد العب تنس كما اعتدت. كما اعتدت يعني زي ما كنت متعود. يعني ايه اعتاد؟ ايوه يا مستر، دي كانت ايه؟ كانت كلمه used to. حلو. اللي بعديها بيقول لك 94 she was having her piano lesson at 5 yesterday، الساعه 5 امبارح، وقت محدد في الماضي. ده معناها ايه؟ يقول لك الجمله دي معناها ايه؟ معناها ان she started at 5، بدات الساعه 5؟ لا، قلنا الماضي المستمر يعني حدث كان مستمر في وقت محدد في الماضي. ده معناه ان امبارح الساعة 5 هي كانت مستمرة في اخذ الدرس. فستارتد لا، هي ما بدأتش الساعة 5 ولا انتهت الساعة 5. طب هي كانت مشغولة بالدرس الساعة 5 ولا اعتادت ان تأخذ درس البيانو الساعة 5؟ اكيد يا مستر كانت مشغولة بالدرس الساعة 5، يبقى she was busy with the lesson at 5. السؤال اللي بعد منه I would rather you come another time، أنا أود لو أنت كيم ماضي. ده معناه إيه؟ معناه إن I wish you come I wish you came another time، أتمنى إن أنت تيجي لو جيت وقت تاني، ولا I didn't want you to come another time، ما كنتش عايزك تيجي في وقت تاني، ولا if only لو بس you come another time، لو بس انت جيت في وقت تاني. بس خد بالك if only هنا جه بعديها ايه؟ come، فعل في المصدر، فالمفروض ان ديت غلط. ماشي، طب يا ترى ايه ولا بي؟ يا مستر انا هقول لك على حاجه، I would rather دي بتساوي I wish دي، ان هما نفس الحكايه. وهنا ماضي وهنا ماضي. كملت بقى الجمله، فدي شغاله معانا. طب اللي بعدها بيقول لك انا ما كنتش عايزك تيجي في وقت تاني. بقول لك اتمنى لو انت جيت في وقت تاني، يبقى ما كنتش عايزك تيجي. لا يا مستر، اوعى تتخدع بايه وبي دي، لان ايه وبي غلط، مش اي ايه وبي تختارها معايا، لان لتر بي هنا غلط، فالحل عندي هيبقى لتر اي. اللي بعده he used to smoke، هو اعتاد ان يدخن. نطلع فوق شويه بس. but he gave up a few years ago، لكن بطل من كام سنه. ده معناها ايه؟ معناها ان he stopped to smoke، هو توقف لكي يدخن. لا يا عم، هو بطل اصلا، مش نافعه دي. طب he no longer smokes، هو لم يعد يدخن. انا شايفها صح، بس نكمل. he still smokes، ما زال يدخن. لا يا مستر، ما هو بطل. طب he didn't smoke anymore، هي صح كمعنى، بس anymore ما ينفعش يجي معاها didn't. anymore بيجي معاها يا اما don't يا اما doesn't، فالجمله شكلها غلط، قاعدتها غلط، فالحل هيبقى لتر بي. السؤال اللي بعد منه بيقول لك while working on my computer نقط. وخد بالك انا قلت هنا علامه تعجب واكسكلاميشن مارك او علامات التعجب، ان شاء الله ناخد الكلام دوت في البانكتويشن سكيلز. قال لك ايه؟ لما كمبيوتر او اثناء عمل الكمبيوتر بتاعي نقط. it suddenly stopped working، توقف فجأة عن العمل، ولا it often crashed، غالبا بيطلع يعني من البرنامج. I had a sudden headache، جالي صداع مفاجئ، ولا A و B و C صح.
بص هي الفكره كلها في علامه التعجب دي ان هي اكدت لي ان هنا في حدث ايه؟ حدث قاطع. حدث ايه؟ قاطع. طب ما هو الكمبيوتر يتوقف عن العمل ده قاطع، الكمبيوتر يطلع من البرنامج ده قاطع، وان انا يجيلي صداع مفاجئ ده قاطع. فA وB وC هنا هتبقى صح. السؤال رقم 98 in those days في تلك الايام ماضي we not our relatives a lot احنا نقط قرايبنا كتير. ماضي ايوه يعني فيزيتد كنا بنزورهم. مبني للمعلومه يا مستر دي سهله قوي. 99 my father smokes ابويا بيدخن دلوقتي smokes دلوقتي. less than اقل من he نقط اقل مما اعتاد عليه صح ماشي. ان انا بقول اعتاد اتعود مش هقول is used to لان ديت عاده مستمر. طب didn't used to انا بقول اقل مما اعتاد يعني مثبته فمش نافعه. طب uses to مفيش حاجه اسمها uses to هي يا مستر هتبقى used to ماشي. رقم 100 بيقول لي I used to like fish اعتدت ان احب السمك but I not it now. حل ده من شويه صح صح اعتدت ان احبه بس انا ما بقتش احبه دلوقتي فdidn't مش نافعه. no longer شغاله بس جايه معاها فعل فين؟ في الماضي مش نافعه. وwouldn't برضو مش نافعه ده الماضي بتاع will. الحل عندي هيبقى never ايه؟ never eat. خلاص اخر 3 while my mother not our lunch I was doing my homework so I couldn't help her. هو لما امي نقط الغدا بتاعنا انا كنت بعمل ايه؟ كنت بذاكر. يعني هي بتعمل الغدا مستمره وانا كنت بذاكر ومستمر. حدثين مستمرين في الماضي مفيش حد فيهم قاطع الايه؟ التاني فالاثنين هيبقوا ماضي مستمر. فالحل هيبقى عندي was making. السؤال رقم 102 بيقول I not dinner when عادل arrived انا نقط العشاء لما عادل وصل. So I warmly asked him to share the meal with me. ولذلك أنا بعطف طلبت منه يشاركني الوجبة. يعني اللي هو تعالى اتفضل اقعد كل. تعالى اتفضل اقعد كل يعني أنا قاعد باكل وهو دخل عليا لأني مستمر في الإيه؟ في الأكل فقلت له اتفضل اقعد صح؟ صح لأني إيه؟ مستمر في الأكل. الله يفتح عليك. فالحل هتبقى إيه؟ هتبقى was having. طب أنا ما قلتش ليه هنا am having؟ يا ابني يا حبيبي arrived ماضي فاكيد ما ينفعش ام هافينج. هاد لا برضه انا قلت كنت مستمر. طب هاد ده ماضي تام مش نافع. اخر سؤال there are always economic crisis دايما في كوارث اقتصاديه نقط pandemics يعني الجوائح او الاوبئه. طب ما ده ناون فهتبقى الحل ايه؟ during لان during بيجي بعد منها ناون when ما تنفعش. as يا مستر ما تنفعش. while بيجي بعديها ing او حرف جر ونون. احب اقول لك يا صديقي ان احنا الحمد لله رب العالمين خلصنا حصه النهارده. حلينا كل الاسئله اللي اتخلقت من ساعه ما عرفت انا انجليش لحد يومنا ده عن زمن الباست سيمبل والباست كونتينيوس. حلينا الحمد لله النهارده اكتر من 100 سؤال. ربنا من علينا ووفقنا واتمنى ان انا اكون قلت كل الافكار بتاعت الازمنه اللي احنا اتكلمنا عنها النهارده. فلو انت طالب من طلابي اتمنى تكون استفدت من الفيديو دوت. ولو انت شخص غريب عني اتمنى تكون سبب في انتشار فيديو زي دوت للافاده للناس كلها. اتمنى لكم سنه سعيده ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقكم ويكلل تعبكم بالخير. واخر حاجه حابب اختم بيها ان الله دائما يحقق المستحيلات بالطريقه الاكثر استحاله فاطمئن. كان معاكم اخوكم في الله احمد محسن. سلام.